I'm sorry about. I'm sorry about. Tell me what you want. I want talking with you about your story. We have to make an arrangement. Yeah. Okay, Osama. Yes. Normally, you want to talk to someone. You go, hello, how are you? Yeah, I yeah. am. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. دلوقتي الساعة 10:30 والمفروض إن الحاج سعيد إحنا متفقين إن هو يعدي عليا الساعة 10. أعمل فيك إيه يا حاج سعيد؟ أعمل فيك إيه؟ قولي. عمال أرن عليه تليفونه مقفول طبعا، مش غير متاح، مقفول، فمعنى كده إن هو أصلا مصحاش، نايم، وميعاد جلسة الدفن بالرمل الساعة 2، هيبقى وقت كافي اللي احنا نلف في البلد، يوديني أماكن في البلد أنا ما رحتهاش. هرن عليه تاني. إن شاء الله تيجي بسلام، انتظرك. النهاردة هاخدكم معايا في جولة، يعني تعتبر إلى حد ما جولة عشوائية. بصراحة أنا مش عارف هروح فين بالظبط، بس في شخص أنا كلمته، هو من أهل سيوة هنا ومعاه عربية ويعرف البلد كويس، فهياخدني يعني في كام مكان كده. وأنا سمعت إن في أجانب هنا عايشة ومقيمة في البلد، فأنا بصراحة فضولني سرني، إيه اللي يخلي أجنبي يسيب بيته أو يسيب وطنه ويجي يعيش في سيوة؟ اشمعنى سيوة بالتحديد؟ فأنا رايح عشان أعرف إجابة السؤال ده. السلام عليكم. سلام عليكم. استاذ عداس، اخبارك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ معذرة على التأخير. لا النهارده مع استاذ عداس، هو من اهل سيوه، انا اول مره اشوفه يعني، بس هو باين عليه شخص بشوش، وهو انقذني لان كان في شخص تاني متفق معاه، بس الله اعلم ممكن يكون حصل له ظرف يعني. رحلة سعيدة ان شاء الله. بسم الله. بسم الله. عامل حمام رمل من يومين ولا يوم واحد؟ يومين، عملت مرتين. المفروض تكون لبسك تقيل شوي. بينبهوني بصراحه، بس انا ما طقتش البس تقيل يعني، لبست مره واحده بس ما استحملتش. يعني مش شرط اللي يجي يعمل حمام الرمل او الدفن بالرمل يكون عنده اصابه يعني، ممكن يجي يعمل ده وهو شخص سليم ويحسن عنده الصحه بشكل عام يعني. فعلا زي ما الناس ما بتقول، في ناس كانت عندها اصابات كبيره او امراض مزمنه زي العقم او العقم. الامراض اللي هي المزمنه دي، وفعلا في ناس اتشافت منها يعني. هل انت شفت حد على مستوى شخصي يعني؟ عقم ده اللي هو ما بيخلفش يعني. يا صحيح. هذا اخوي تمام. كان معاني بالموضوع ده. تمام. فال هو وزوجته عملوا حمام مرض، سبحان الله ربنا كرم. طبعا كلمه شالي يعني مدينتي، المدينه نفسها، السنتر نفسه. فاللغه الامازيغيه ماشي، احنا بنقول سيوه، قصدي شالي. تمام. لو حتى مثلا انت عاوز تطلع السوق ماشي، ما بنقولش بقى السوق ماشي، يقول لك انت رايح فين؟ تقول له انا رايح ادرا. ادرا يعني مثلا ايه؟ السوق. احنا هنا في شالي او المربع بتاع قلعه شالي، وهنروح دلوقتي هيودينا لبيت او ناس اجانب. نروح نشوف الاجانب دي بقى ايه السبب اللي خلاهم يجوا هنا في سيوه. المكان برضه من ضمن يعتبر الحاجات القديمه. زي ما تشوف البيت سيوه القديمه هي، بس اللي بينزل بيتهد يطلعوه مبنى ايه؟ يا الطوب الاحمر يا الطوب الابيض. انا سمعت معلومه ان البيوت زمان كانت بتتعمل من الكرشيف زي ده كده، اللي هو اساس البلد زي ده. ايوه اساس البلد دي. بس برضو تدخلت اللي هي البناء الحديث، وابتدى اللي هو يتعمل البيوت زي عندنا البيوت اللي هي العاديه دي. بيستعمل الطوب الاحمر، وناس بيستعمل الطوب الابيض. بس ما زالت برضو في ناس لما بتيجي بتبني زي زمان، ولا خلاص ما عادش؟ ممكن برضك عاوز تعمل بيت زي ده اللي هو النظام القديم. بس بالنسبه للوقت حاليا هيبقى مكلف، بس كعماله كالخامه نفسها عشان تجيبها فبتاخد وقت. عشان تطلع اوضه يديها مثلا ايه 15 يوم طلع. كل ما انت تبني تعمل مثلا وصل الدور ما يدور متر في متر مثلا. تمام. هتستناه ماشي، مثلا النهارده عملت داير ما يدور متر، بكره مثلا تحط فوقيه. يعني ده الموضوع مش مكلف في الفلوس بس، ده مكلف يعني بياخد وقت كمان. بياخد وقت. فالناس بقت بتستسهل وتعمل اللي اما الطوب الابيض او الاحمر ممكن تخلص تطلع اوضه في يوم. المعلومه دي جديده بالنسبه لنا يعني. عشان كده الناس هنا في سيوه ابتدت تتجه ان هي تبني البيوت اللي هو البناء الحديث، يعني اللي هو زي عندنا الطوب الاحمر او الطوب الابيض زي كده. بس هو عم عداس يعني بيقول في ناس، بعض الناس يعني اللي هي بتبقى حابه ان هي تبني بالكرشيف. هو الكرشيف طبعا بيبقى ليه خواص ما بتبقاش موجوده
في البيوت اللي هي الحديثه. يعني مثلا ماده الكرشيف ده انا حابب اشرح لكم الكرشيف ده بيبقى مكون من ايه. انا ممكن اروح هنا يا عم عباس، اقرب هنا. يعني تعالوا اقول لكم الكرشيف ده على حسب ما فهمت يعني وسالت ايه فكرته او ايه اللي بيتم. بسم الله. الكرشيف ده، مادة الكرشيف هي عبارة عن ملح مع طين اللي هو الطمي، بيمزجوه مع بعض ويعملوا بيه جدران البيوت دي زي ما انتوا شايفين. ميزة الكرشيف برضو على حسب ما فهمت ان هو بيعمل عازل ما بين الطقس الخارجي والطقس الداخلي. يعني لو في حرارة بره ايا كانت الحرارة ديت باردة ما بتدخلش لجوه، هو بيمنع الحرارة دي، ولو برضو حرارة مرتفعة بيمنع برضو دخولها. لذلك بيكون في الصيف يكون البيوت هنا تكون رطبة، يعني ممكن يكون الجو هنا بره حر بس تدخل جوه هنا في الصيف تلاقي الجو رطب. هو فعلا انا كل ما بقرب بلاقي الجو رطب، يعني بدون مبالغه في نسمه سقوعيه. كذلك في الشتاء هو بيحتفظ بدرجه الحراره جوه، فبالتالي بتلاقي جوه المكان دفى، خلاف بره بيبقى الجو ساقع. طبعا سيوه كلها مش كده، يعني في اماكن افضل من كده بكتير يعني، بس دي من الاماكن القديمه. للاسف صعب مش موجود. للاسف اول محاوله باتت بالفشل. بس احنا مش هنيأس ان شاء الله، احنا معانا عم عداس هيحاول يوصلنا لحاجه يعني. انا عندي سؤال بقى يا عم عداس، اتمنى لا اجابته عندك يعني. هل كل اهل سيوه بيتكلموا امازيغي، ولا اللغه الامازيغيه مش اي حد بيتكلمها؟ مقيم غريب، ولو قعد فتره طويله مش حتى لو ما بيتكلمش هيفهم. بس انا اقصد الجيل الحديث بيتكلم امازيغي يعني. اللي بيتولد مثلا عيل صغير، يعني مثلا انت دلوقتي ماشي اهل سيوه تمام، خلفت عيال ماشي اوتوماتيك هيعرفوا ايه لغتنا. يعني معنى كده ان انتوا برضو ما بتستغنوش عن اللغه الامازيغيه، بتتكلموها برضو. احنا اصلا بعضينا بنتكلم لغتنا. انت بقى قلب لو واحد في وسطنا هنا زي حضرتك عشان افهمك وتفهمني. ايوه، لكن في البيت اوتوماتيك لغتنا. كان ست اجنبيه قاعده هنا بدات السر بتاعها هنا وعامله بوابه عشان الجزء ده. دايما طول ما انا ماشي في سيوه بلاقي نخل، يعني ايه فكره ان النخل في كل حته في سيوه؟ سيوه دي ملجأة من اهل، في ناس بيقول لك من افريقيا، في ناس بيقول لك من المغرب، في ناس من الجزائر، ماشي ما تعرفش ايه ملتهم. الاصول يعني. الاصول. فلما جم هنا ماشي عاشوا في البلد دي لقوا حياه في ميه ماشي، فاختاروا المكان ده. تمام. واول ما اتنشأوا في البلد دي قعدوا فين؟ في سيوه القديمه، القلعه اللي شالت. زمان في نظام غزو. ناس بتيجي مثلا بتاخد حاجات ناس غصب، فاختاروا المكان على اساس اي واحد يشوفهم بعيد يعرفوا ان مثلا واحد جاي عليهم، فاهم زي مامنين نفسهم. قعدوا هنا لما بدأ الناس تستقر بدأ الناس تزرع زيتون وبلح، على اساس برضك الارض صعبه عشان يعرف يجيب اجر يومي. فماشي لو عنده حتى ارض يستصلحها يحط نخل وزيتون ماشي يسقي الشجر ماشي، نظام غمر كل 15 يوم بيسقي ميه. فلذلك مش بتكون انت متواجد فين في الجنينه عشان تاخذ وقتك كذاتي او مادي، فماشي يباشر شغله ماشي، وفي نفس الوقت لو عنده وقت يروح الجنينه يعمل اللي هو يقدر عليه. يعني اللي انا فهمته من عم عباس هنا ان النخل والزيتون الشجر ده عنده قوه تحمل، او اللي هو كان مناسب للظروف اللي هم كانوا عايشينها في الوقت اللي هم جم اول ما جم الواحه يعني. السؤال اللي محيرني او السؤال اللي انا حابب اسمع اجابته منهم، ايه الفكره اللي انت تبقى شخص بينك وبين الواحه دي الاف الكيلوهات، عرفت سيوه ازاي؟ انت كاجنبي عرفت سيوه ازاي؟ وش معنى سيوه يعني؟ ليه اخترت سيوه؟ السؤال ده انا حابب اسمع اجابته قوي من شخص اجنبي جه هنا واستقر. ما شايفين كده مفيش حد. محاولة رقم 2 فشلت للأسف. لعله خير. في 2 برضك هم أجانب وكمان هنا برضك. بس هنا مكان خاص
شخص او واحدة اسمها افيون بره مصر، تقريبا اليونان تقريبا يعني. مش عارفين هي هنا ولا لا. كنت تكون نايمة مثلا. لا كده ممكن. شكل ست افيونة ديت بتحب الملاكمة. في ساندباج هنا، يعني بيقولوا ان المكان ده كله بتاعها، خاص بيها. في مكان تاني ورا هنا كده. Hello. How are you? You excuse me? You sorry, sorry. Okay, after you speak. After what? You speak. كلمة بكلمة. Okay, I'm Osama. I have a channel on YouTube. Okay, I have a channel on YouTube. I hear about you. Yeah. You're living here. Yeah, but you need to call me. I know, but I have my friend. His name is what's his Abbas. He talking. Nerf زعلت صار زعل. أزعجناه. I'm sorry about I'm sorry about Tell me what you want. I want talking with you Oh. about your story. We have to make an arrangement. Yeah, I know, but I don't know. My friend he tell me we can come anytime, you know. But I'm sorry about noise. I'm Let's sorry. come either in the morning or Yeah, in the evening. In the afternoon, we sleep. yeah. Tomorrow I will leave. I'm going to my country. Oh, I'm If so sorry. okay, no problem. لا مسافر عشان كذا احنا كده. Yeah, I will travel. If you have 2 minutes, I have one question. Yeah, go on then. Okay. Why you coming? Why you choose Siwa? Because I love it. Yeah, but you have you have how can I you have experience or like that here before I come to Egypt many times, many time. Okay. but wait a minute, wait a minute. Okay. Just give me a minute. Okay. زعلت صح زعل. ها؟ هي احنا ازعجناها. تطلع ولا لا؟ لا هي بتقول لي جايه دي. هي زي ما انتم شايفين احنا صحيناها من النوم، فهي يعني بتقول لي ان المفروض تخبرني او تقول لي يعني قبل ما تيجي. أنا مسافر عشان كده. ما انا قلت لها، فعشان كده هي طالعه. هي شكلها شخص كويس ومحترمه، بس هي كانت نايمه فصحت مفزوعه. طبعا كمان هي واضح ان هي سنها كبير، فطبعا السن بيبقى ليه حكم. انا استاذنتها ان هي تديني دقيقتين من وقتها، قالت لي اديني دقيقه وهطلع لك. انا دلوقتي راح اسالها والله انت مين اخترتي What's your name? I don't even know who you are. I'm sorry. My name is Osama. Okay, Osama. Yes. Normally, you want to talk to someone. You go, hello, how are you? Yeah, I yeah. am. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. I know. I'm sorry, but We have to do things the It right is- way. yeah, it is first time here. Okay? Where First are time. you from? I'm from Egypt. But where? Alexandria. Okay. You know Alex? Yes, You have been Alex before? course. Yeah. I've been coming to Egypt since 1978. Yeah. Okay, so I know Egypt. Seven. Yeah. Oh, long I was time. here before you. Yeah? What Before year were me. you born? I am 20. Now I'm 30. So 30. 30. Yeah. So I was here before you. Oh my God. Because 78 is, But you're still young. well, no, not so young. You're still young. Okay, so Okay. ask me a question. Okay. Okay. No, it's I don't okay. want to be on film. Okay. Can I film me? Yes? My question, why you choose Siwa? Egypt have a lot of places. Why specific Siwa? Siwa is unique. Siwa is unique. People are different. The landscape is different. Okay. I need sound is clear, okay? Okay. So the people are different, the landscape's different. So it's unusual. So so I came here over 20 years ago, and it's very beautiful, and the people have got very good hearts, Mm-hmm. and it's a very simple way of life. It's not like Scandria, Yeah, Cairo, yeah. Luxor. Specific Cairo. It's- It's different. It's very different. Yeah, you're right. So what attracts me? The beauty, Mm-hmm. the simplicity, the people, the Berber people, Uh-huh. the music. Everything about it is very attractive to me. Mm-hmm. Yeah. So you have experience before you decided to come here. I've traveled a lot. Here. I mean here. Siwa. Not Egypt in general. I mean here. I came here
First time, I'm talking First about time, the first time I came and I like it very much. And I came back quite quickly. Uh-huh. And I like it more. And then I start to think, you know, this is unusual, this place. Uh-huh. How old are you in first time here? 52. 52? Yeah. Ah. So, and then I kind of saw there were possibilities. I'm an architect. And so I could see there were possibilities to build here with indigenous materials. So you have. So I'm very interested in architecture, mud brick, Kashif. So this Siwa ticked a lot of boxes for me. So I could suddenly work here, build a place. I built these buildings. Yes, you know. And have a good life. Right, yeah. Right. I mean. So it's a very simple. Very thing. simple, yeah. So you're talking about your article. So you have a special eye. Yes. So you are. Yeah, I'm trained to look. Yeah, I mean that. I'm really happy to talk to you. Okay. And you know, I have 1 hour to look about. You have to give yourself more time. Yeah. But I don't know, it is first time here, so I have my friend. Yes. He said you can come anytime, but Well, I don't know. Yeah. Everyone in Siwa, when it's hot like this, they sleep in the afternoon. Yeah. It's normal. He knows. But he wants to make everything good for you. Inshallah, another time I can come here. And yes. Yeah. Long talking. So I have a simple gift. Can give you, okay? Simple gift. A simple gift. Okay. Okay. 1 minute. العربية مفتوحة؟ أنا في هدية بسيطة كده هديها. يا رب تعجبها. والله اللي انا بعمله ده تجربة اول مرة اعملها. اتمنى الهدية دي تعجبها. Yeah. Incense. Yeah, it is like exercise for brain. Oh. Yeah. A 20/20 vision. I can show you if you need. Yeah. Can I come? Yeah, of course. Yeah, we have here a lot of shapes. Yes. You know, these items. Oh, you can make those shapes. You can make a lot of shapes with these, like that. Yeah. Okay, it's like a puzzle. It is exercise for I brain. like puzzles. Yeah, very much. I think you are smart. I like. So I hope to like you. I like puzzles very much. Okay. Look, you can try. You see, where does that go then? Yeah, it is difficult in first time. Right. But you can try. But nothing fits in there. It is different one is number 100. Yeah, but I'm trying to get it back in the box. You do it. Maybe I can't because I'm smart like you, but I think that. Well, where's that one? There's a gap. I don't know. It's difficult. I think you are smart than me. I'm not sure. I think we're both. Yeah, I think we're both try. stupid. You're going to give me this? Yeah. Thank you. Next time you come to see where my name is Fiona. Okay. Everybody here knows me. Of course I know that. If you have number, if I need to searching or looking for you in YouTube or Facebook. No, I'm not on YouTube. Facebook account? No, I don't do Facebook. It is like camp? I just do. No, it's private. Private? Yeah. For you? My family. Your family. Okay. I thought it is like camp. No. Oh, oops. No, it's not camp. It's private buildings.
And this, the dome buildings of, that's a dojo for martial arts. You know martial arts like kung fu? Confused. Kung fu. Kung fu. Kung fu, yeah. Yeah. I'm boxer. Oh right, so it's for that kind of thing. It's a hall. You invest in My son. your son. Yeah, I looked this. Oh, you saw I the see, yeah. Yes, the kickbox. Yeah, I'm boxer. Okay, tell me. What's your name? Osama. Osama El Safi. Osama El Safi. El Safi. Yeah. Okay. Yeah. All right, next time. Inshallah. Okay. Have a good trip. Have a good day. All right. Bye. Bye bye. ست لذيذة أوي. هي جاوبتني على السؤال. يعني هي بتقول لي إن هي كانت ليها زيارة هنا في مصر، زارت مصر كذا مرة يعني. فبالأخص هي جت سيوة، اتوهمت بجمال سيوة يعني زي ما انتوا سمعتوا. ست لذيذة أوي، بس احنا للأسف جينا في وقت مش مناسب. يلا يا معتز.